الزينات، سلام، صحة فطوركم، إن شاء الله تكونوا كليتوا بصحة والهنا. اليوم جيتكم بواحد الوصفة تاع صديقتي وحبيبتي ابتسام سكيكدية اللي نقول لها يعطيك الصحة على الوصفة. وش نقول لكم البنات، ما شاء الله تبارك الرحمن، خبز الزيتون وعليه الكلام، ما كاش خبز أخف كما هذا. نتمنى تجربوه. شوفوا معايا المكونات وطريقة التحضير. نحتاج علبة تاع ياغورت ناتور، هذه هي اللي استعملتها. نزيد نكيل بها علبة تاع الزيت، علبة تاع الحليب لازم يكون دافي، بياض بيضة، مغرفة كبيرة ماشي بومبي تاع خميرة تاع الخبز، مغرفة صغيرة سكر، كيس تاع خميرة كيميائية، مغرفة كبيرة خل، وزوج كيسان فرينة. في ان ريسيبيون راني رايحة ندير الياغورت ناتور، الزيت، الحليب، بياض بيضة، خميرة تاع الخبز والسكر، نخلطهم مع بعض غير بالفوي، ما كان له تستعملوا الباتور. من بعد نزيد قريصة تاع الملح والخل وكيس تاع خميرة كيميائية، نخلطهم مع بعض، وآلافان نزيد زوج كيسان ونص فرينة. بالنسبة هذه صديقتي وحبيبتي سكيكدية، دير لي كوموند تاع المملحات، تحليات، حلويات، يعني ما شاء الله عليها، ربي يبارك لها في الصنعة ديالها. نحط لكم في تحت الفيديو رابط تاع الانستغرام تاعها والفيسبوك والتيك توك، اللي ساكنين في سكيكدا يحبوا يكومونديو ولا يتواصلوا معها. ان شاء الله ربي يوفق كل وحده عندها صنعه، وان شاء الله ربي يعطي كل وحده واش راهي متمنيه. كيما شفتوا زدت زوج كيسان ونص فرينه. دوك راني رايحه نلم العجينه ديالي. هاي لي كلابات اللي تحصلت عليها، راني درت لها مغرفه صغيره تاع المارغرين، تكون معمره شويه وتكون طريه. يا حندخل هذيك لا مارغرين في لاباط. هنا راني رايحه نحطها في ان ريسيبيون، نغطيه ونخلي لاباط ديالي تخمر. لازم تخلوها تخمر مليح كما راكم تشوفوا. من بعد خديت هاد السنيوه، كنت دهنتها بشويه زيت. راني رايحه نبلاطي كامل لاباط ديالي، نزيد نخليها تخمر للمره الثانيه. انا خليتها فايته ساعه. هاي لك الخبزه ديالي بعد ما خمرت، دهنتها بالصفار بيض. التزيين اختياري، طيبتها على درجه 180. كي طيب لكم لتحت شعلوها من الفوق باش تتحمر لكم. ودوك نوري لكم الخبزه تاع الزيتون في شكلها النهائي. هاوليك خبز الزيتون بعد ما طاب، درت له الزيتون من الفوق وشويه فروماج. شوفوا الخفه بالطراوه يا البنات، واحد الريحه تهبل. انا زدت دهنته من الفوق بزيت الزيتون، وتقدروا ديروا له لداخل شرائح تاع الزيتون الاخضر، هذا اختياري. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ما تنساوش تدعوا لحبيبتي سكيكدية، ان شاء الله ربي يعطيها على حساب قلبها. انسانه طيبه وقلبها بيض، تستاهل كل الخير، نتمنى لها كل التوفيق. ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم كيما خفه هذا الخبز. اتهلاو في روحتكم وصحه سحوركم.